محمد وهبي يصدم إبراهيم دياز والرحيم بهذا القرار قبل كأس العالم. اتخذ الناخب الوطني محمد وهبي قرارا مفاجئا قبل نهائيات كأس العالم يقضي بإسناد مهمة تنفيذ ضربات الجزاء إلى العميد أشرف حكيمي في خطوة تهدف إلى وضع حد لإهدار الفرص في المباريات الأخيرة. وحسب معطيات من داخل المعسكر الإعدادي الذي أقيم في إسبانيا، أبلغ وهبي لاعبي المنتخب باختياره حكيمي كمنفذ أول لركلات الجزاء بعد سلسلة من الإخفاقات التي أثرت على نتائج الفريق. وكان كل من سفيان الرحيمي وإبراهيم دياز ونايل العناوي قد أضاعوا فرصا من علامة الجزاء في مباريات سابقة، ما دفع الطاقم التقني للبحث عن حل أكثر استقرارا وثباتا داخل الملعب. ويأتي هذا القرار في إطار التحضيرات الجادة للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى حسم اختياراته النهائية قبل إرسال اللائحة الأولية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 11 ماي، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في 30 من الشهر نفسه.